السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. دنا رمضان من نهايته واقترب العيد من بدايته، وآن أوان إخراج زكاة الفطر. فما تأصيلها وما أقوال العلماء فيها؟ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. ما هي؟ صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو أقط بحسب المتوفر في زمانهم. والدليل على هذه النقطة بحسب المتوفر أنه كان موجود قمح لكنه غير متوفر، فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان زمن معاوية رضي الله عنه وتوفر القمح، قاس الصحابة قيمة الشعير على جزء من القمح يخرجونه، أو على قسط من القمح مقدار معين يخرجونه. ما أقوال العلماء في زكاة الفطر؟ ذهب المعتمد عند الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنها تخرج طعاما من غالب قوت البلد، مع أن هناك أصناف نصوا عليها ليست موجودة في الحديث. وذهب الحسن البصري وسفيان الثوري وعطاء والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز، وقول عند المالكية ابن حبيب وابن أبي حازم وأصبغ والصاوي، وقول عند الشافعية الرملي، وقول عند الحنابلة نص عليه المرداوي في الإنصاف في المجلد الثالث صفحة 182 إلى أنه يجوز إخراجها نقدا. طيب، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ هل هم يتعمدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حاشاهم. هل هم يحاربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاذ الله، وهم من أئمة أهل السنة والجماعة. ولكن نظروا في حديث معاذ عندما ذهب إلى اليمن وقبل قيمة بدل زكاة الحبوب وزكاة الأنعام أن يأخذ منهم كساء، وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، فقاسوا على ذلك. وإلى ذلك ذهب البخاري في قضية إبدال زكاة المال بالأعيان والعروض. إذا إخواننا، المسألة واسعة. ممكن أن تخرجها طعاما من غالب قوت البلد، وممكن أن تخرجها نقدا، لا حرج في ذلك. وهؤلاء الذين أفتوا دينهم غالي عليهم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يخفى عليهم، وحاشاهم أن يتعمدوا كل هؤلاء الكثرة الكافرة، حاشاهم أن يتعمدوا مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نظروا إلى مقصد الشارع إغناء الفقير في يوم العيد، وهذا يتحقق بالنقد أو بالإطعام، لا حرج في الأمرين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.